اليوم أنا بدولة أذربيجان، جاي بدي أجرب الأكل وبنفس الوقت بدي أهرب من الشوب يلي موجود عندنا بالإمارات بالخليج. يعني كتير شوب هلأ بالصيف بيكون جدا شوب، بس طلع كمان هون شوب فيعني ما زبطت معي الحركة. كنت لازم أروح أتوقع أنتاركتيكا إشي هيك عشان أهرب عن جد من الشوب. راح أجرب عندهم أكلات شعبية وبنفس الوقت راح أورجيكم مناظر. يعني هيك راح اكون زي هدول الفلوجات، عرفتوا الفلوجات هدول اللي هيك بودوكوا على دول. عم بحاول يعني قد ما بقدر اكون زي هدول الفلوجرات، بس اول مره بعمل فيعني بدكم تعطوني وقت اتعود على هاي الاشياء. لقيت هون قبور، القبور هاي ناس ميتة ب 1992، في هون كمان 1992، كلياتهم ب 92 ميتين. يعني شكله بحرب صارت قبل، كلياتهم ميتين ب 1992. في هاي كمان كانت تتحارب، يعني كله رجال الا هاي هي الوحيدة الأنثى. في هون نار شغالة، النار هاي الناس كلهم قاعدين بيصوروها، فحبيت اجي اصورها كمان انا. ما بعرف ليش عم بيصوروها الصراحة، بس شكلها هاي من النارات اللي ما بتنطفي. هذا عم بيخرب علي الشوت، راح اصوره هو. اوكي، شايفين شكلها من النار هاي اللي ما بتنطفي، لأنه هيك في بأذربيجان في نار يلي هي ما بتنطفي. النار هاي اللي ما بتنطفي بأذربيجان من كتر ما في غاز تحت. عم بتفلسف الصراحة، ما بعرف بس عم بحاول أعمل معلومات، فاهمين كيف؟ بس إنه طلعوا هدول شهداء. سمعت وحدة عم تحكي شهيد، فيعني شهداء، يعني اللي تحت ماتوا ب 1992 وفي اللي فوق ماتوا ب 1990، فيعني بس قاعدين بيموتوا طول الوقت. استغفر الله العظيم. والله في كثير شهداء. يعني انا هذا اول مكان بزوره من اول، يعني اول ما اجيت حكى لي السواق خليني اوديك على هذا المكان على اساس الفيديو، يعني انا اكل وما اكل. وداني هون حكى لي هاي حديقة المرتفعات كثير فنانة حلوة كثير، بس شهداء فيها. هاي حديقة المرتفعات وفي نار شغالة هناك. بس لا يعني حلوة البلد والله جد. أذربيجان حلوة، يعني مرتبة كتير، نظيفة، يعني ماشي حالها، فاهمين كيف؟ حديقة المرتفعات خلاص بكفي، خلصنا منها. يعني الصراحة الحديقة فيها شجر، فيها مناظر بتشوف أذربيجان يعني منها، وفيها قبور الشهداء وبس. يعني هاي هي الحديقة. بس الصراحة ما بنصح حد يجيها بالصيف، لأنه يعني الشوب مو طبيعي مع الدرج. طبعا الدرج بدك تطلعه كله، ما في اسانسير، ما في شيء، بدك تتعب، بدك تطلع فيه. فبنصحكم يعني لو بدكم تروحوها روحوها بالشتاء احسن بكتير، اما بالصيف مش خرجة. انا الصراحه صرت كلي مي. لقيت عم ببيع عند حديقه المرتفعات مشمش وفراوله وتوت وهالاشياء، فجبت مشمش. خلينا نشوف نجرب يعني كيف طعم المشمش. بيحكوا هون الفواكه غير. What a very good. وصلت أنا المدينة القديمة. المدينة القديمة الصراحة حسيتها جدا عادية، يعني مدينة قديمة زي ما أنتم شايفين. مثلا في هناك هاي هيك زي كاسل قديمة، يعني ما لفتت انتباهي كتير، حسيتها جدا عادية. أنا حاليا بالمدينة اللي هي باكو اسمها، فما كتير بحب هاي الأجواء تاعت المدينة. بحب أكتر أنا الطبيعة، جبال، شلالات، من هاي القصص. فبكرة بس أوصل قابالة ممكن يكون الوضع أحسن، بس لهلأ الصراحة يعني شايف أذربيجان يعني جدا عادية جدا. طلبت كمان أكل أذربيجاني. طلبت هلأ كمان شوي بيوصل ومنجربه. بيتزا أذربيجاني هذا. اسمعوا، أنا بأذربيجان، فأي إشي باكله يعتبر من أذربيجان، وعم بجرب أكل أذربيجان. لا جد يا أخي، ما لقيت أي أكل شعبي. هو هذا المكان رواق كتير هيك، عرفت، بتاع أغنياء، فما فيه أكل شعبي. بس كان رواق قبل شوي لحتى ما يجوا هدول اللي وراي. نفسي أقوم أمسك البنت أخنقها، حرفيا نفسي أقوم أخنقها حبيبة قلبي. المهم خلينا نجرب البيتزا الأذربيجاني. بيتزا أذربيجاني. شوفوا الحبة، شوفوا الحبة كيف ترتفع. واو، ما فيها مطة أبدا، على السريع اتشالت.
زي كأنه عم بشيل محرمة. المهم خلينا نجرب. لا جد طيبة، جد كتير طيبة. هو أنا كمان جوعان وحرقت كتير سعرات لأنه مشي وطلعت درج ونزلة، بس والله طيبة. وصلت السندويشة اللي هي سيزر رول اسمها، يعني دجاج اوكي دجاج هيك عرفتوه معمول بخبز، زي السندويشة اللي بتلف لك اياها امك، نفس الاشي الصراحة، هيك مبين شكلها. بس نجرب الطعم. طيبة. بس باردة جدا باردة. حاليا احنا عم نغادر المدينة اللي هي باكو ورايحين على جبالة مع فؤاد هو اللي عم بياخدني بوديني على كل هاي الاماكن. فرايحين هلا بالطريق، راح اورجيكم ان شاء الله هناك بس نوصل، وهناك ان شاء الله حنلاقي اكيد الاكل الشعبي. بلشت تمطر واحنا بالطريق، الجو كتير حلو كتير. في ناس بيكرهوا هاي الاجواء بس صراحة انا بحب هاي الاشياء، هيك مطر جبال. حس حالي بسان اندرياس، عرفتوا بسان اندرياس لما تفتح المنطقة اللي هي عند الصحراء، نفس الاشي. كتير حلو كتير. اوكي حاليا وقفنا بمكان ببيع كوفي، بدنا نشرب شوي كوفي قبل ما نوصل. هذا هو المكان. لساتنا يعني احنا مطولين لنوصل على جبالة. هي بتاخد الرحلة حكالي 4 ساعات، متخيلين؟ من اللي هي المدينة باكو لجبالة 4 ساعات، فلسه يمكن ضايلنا 3 ساعات هيك تقريبا. بس خلينا نشوف هلا اشي هون ناكله ونشربه شوي نصحصح، لانه الصراحة فيني ناس خربانة. الكوفي طلعت عندهم مع انه اسم المحل حرفيا كوفي، بس خربان الكوفي. خلاص مو مشكلة، خلينا نشوف اشي تاني نجيبه. افريش. اوكي ما بيعرف يحكي لا عربي ولا انجليزي ولا اشي، راح احاول احكي بلغة الجن. يمكن هيك يفهم علي. بدنا كوفي يا اخي، لازم كوفي، ما بينفع هيك. شو هالوضع؟ محل اسمه كوفي ما فيه كوفي؟ شوفوا اسم المحل، بس بدي اياكم تشوفوا اسم المحل، كوفي تو جو، وما عندهم كوفي. طب شو نشرب؟ شو اشرب؟ ريد بول مقاطعة؟ طب شو اسوي؟ شو اسوي؟ اشم نبات؟ ما بيصحصح شم النبات. تعالوا نشوف سوبر ماركت يمكن نلاقي اشي. اكيد عندهم انرجي درينك، مستحيل ما في عندهم انرجي درينك. نشوف شو في عندهم. اكيد في اشي هيك فيه انرجي، صح؟ اكيد شغله فيها انرجي. المصور، السلام عليكم. انا تصور، انا صور انا ما يصور هذا ما اريد، انا اريد صور. اوكي كله هون متضايق زعلان، ما عندهم كوفي لانه الكوفي نادرة عندهم. Do you have coffee? Coffee, yes. Yes? Yes. Like Full coffee. black coffee. Full. Yes. Strong. Black coffee. Double shot. Okay. What? Okay. Yes, one. Yes. عندهم هاي فول كوفي اسمها، نجربها نشوف بتصحصح ولا لا. مكتوب عليها دبل شوت، فالمفروض يعني تكون دبل قوية. طيبة بس انه مش قوية ابدا. يلا خلاص خلينا نحرك نكمل على الطريق. تمام وقفنا هون. السائق عند جامع، مش عارف شو فيه هذا الجامع. الناس كلها جايين على الجامع هذا، بس ما في حدا بده يصلي ولا حدا جاي يصلي، كلياتهم قاعدين برا هذا الجامع. شكله جامع اثري اشي زي هيك، يا اما يمكن
بيجوا هون اجانب انه اوه ماي جاد جامع، اوه هون المسلمين بيصلوا، اوه شايفين كيف؟ في واحد جوا عم بغسل شعره وهيك بس ما بيصلي، ما بتوضا. احلى شيء انه كمان بالسائق انه بيجيبني على مكان، مثلا حديقه المرتفعات لما رحت عليها وفي الشهداء هناك، بيجيبني على المكان، بقول له شوف القصه ليه هون في شهداء؟ بيحكي لي والله ما بعرف. يعني هو زي نفس الشيء هذا المكان. قلت له شو هذا المكان؟ يعني شو فيه؟ قال لي جامع. جامع، فاهمين؟ خلاص بس جامع. ما بعرف شو القصة الصراحة، بس في كتير ناس أكيد في قصة من وراء هذا الجامع، يمكن كتير قديم. أخيراً وصلنا على مطعم شعبي. أنا مصور هذا الفيديو عشان الأكل الشعبي بس تحول لفلوج. القعدة كانت كتير حلوة، المناظر بتجنن، يعني عن جد ما شاء الله ما شاء الله. الطبيعة عندهم كتير كتير حلوة. بعدين سألت اللي هناك اللي بيشتغل هناك شو الأكلات الشعبية، وحكالي عن الأكلات الشعبية، وحكيت له زبطني، اطلب لي أنت الأكلات يعني اللي بتعرفها شعبية. أوكي، حكيت له هو يزبط لنا الوضع، يعني الأكلات الشعبية الأذربيجانية. القعدة بالريستورانت هذا المطعم كتير حلوة كتير، في بط. المكان اللي برا كتير حلو، حتى المكان اللي جوا يعني المطعم بشكل عام كتير كتير حلو القعدة فيه. والمنطقة هاي اللي هي جابالا اللي احنا فيها أحلى كتير الصراحة من العاصمة. يعني اللي بحب الطبيعة هالأشياء هون أحلى بكتير، أحلى بكتير من باكو اسمها العاصمة، باكو. أعطونا شاي، خلينا نشوف نجرب الشاي تاعهم. بتركيا في لما رحت صاروا يحكوا لي شاي تركي، في شاي تركي غير، الشاي التركي غير. بالاخر طلع الشاي التركي هو شاي عادي. نفس الشيء لما رحت المطعم الايراني وصورت، تتذكروا؟ وحكوا لي، ولا لا العراقي لما صورت على العراق وحكوا لي شاي عراقي غير الشاي العراقي. اخر شيء طلع الشاي العراقي هو شاي. فبدنا نشوف هون الشاي كيف. هو هدول البلاد تركيا وأذربيجان مشهورين بالشاي. نجرب الشاي. يعني عن جد هذا طعمه غير كتير. حاطين فيه أتوقع ماء ورد، عشان هيك طعمه جاي على غير، فاهمين كيف؟ المهم الأكل كمان شوي بده يوصل. هو أنا عم بصور هذا الفيديو عشان هاي اللحظة، فأخيراً وصلنا للحظة يلي بدنا ناكل فيها الأكل الأذربيجاني الشعبي. تمام، وصل الأكل زي ما أنتم شايفين، سفرة كاملة جابوا لنا، زبطونا من الأكل الشعبي تاع أذربيجان. بالبداية رح أجرب الدولمر اللي هي ورق عنب، بس طريقتهم فيها غير. طريقتهم فيها هيك زي ورق عنب، هيك بيمسكوها هيك يحطوا فيها رز أي كلام، فاهم كيف؟ يعني مش هيك مرتبة زي اللي بنعملها إحنا ببلاد الشام. غريب شوي هيك الطريقة تاعتهم. خلينا نجرب نشوف كيف طعمها. طيبة وفيها لحم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اسم هاي؟ ها؟ بيلاف أذربيجاني بيلاف. بيلاف. يس. بيلاف، اوكي هاي بيلاف. لام اسبوموغريت صوص، لولي كباب. لام اسبوموغريت صوص. اسبوماغريت صوص. Yes. اوكي، كباب يس. وسالاد. اتس اوكي نو بروبلم. عم بيرتب لي الوضع، والله رجال محترم. لبن، يوغرت، روب لبن، يعني هذا لبن. الدولمة يعني طيبة الصراحة، طيبة. يعني أنا جربت الدولمة العراقية بس هاي أطيب. الدولمة 7.5 من 10. اللي بعده بيلاف، أكلة أذربيجانية، لحم وزبيب محطوط كمان مشمش أتوقع، والله يمكن مشمش. لحظة أجرب هاي إيش بالضبط. إشي حلو، مش عارف شو بالضبط بس حلوة. خلينا نجرب اللحم مع الرز هيك كله مع بعض، مع هاي الشغلة الحلوة. طيبة. طيبة، بس اللحم شوي يابس، مش كتير طري.
حاطين فيها مشمش. Hello, how are your mother cat? Take this. رميت القطة حبة المشمش. طيبة، بس اللحمة الصراحة مش كتير طرية، فيعني بعطيها 7 من 10. بس طيبة يعني لو اللحمة طرية الصراحة 8 من 10. بس طيبة. خلينا نجرب السلطة. سلطة شوكولاتة بيرد. What is that? سلطة أذربيجانية. الخضار عندهم طيب. الخضار الفواكه عندهم بشكل عام طيب. في هذا الطبق اللي هو لامب، مش عارف ايش صوص، هو قبل شوي حكى لي اسمه، نسيت اسمه، كتير صعب، بس مبين زي كأنه لحم وبندورة ومقلى مع بعض. فخلينا نجرب لقمة. حاطين لي خبز صاج، وفي كمان هذا الخبز اللي هو زي سمون، فراح اجربه بخبز الصاج. نجرب لقمة مرتبة زي هيك. شوفوا لي هاي اللقمة، شوفوا لي هاي اللقمة، شوفوا. شوفوا لي هاي اللقمة، لقمة مرتبة. طيب اللحمة عندهم بتعلك كتير، فاهمين؟ كتير بتعلك. خلينا نجربها هلا بهذا الخبز، نجرب فيه لقمة. طيب يعني شوفوا الصراحة لهلا الأكل الأذربيجاني أطيب بكتير من الأكل التركي. كتير ناس قبل ما أروح تركيا حكوا لي إنه الأكل التركي كتير طيب، بس توصل هناك حتضلك تاكل. حرفيا ما في ولا إشي دقته هناك طيب، قسما بالله ولا إشي، كله مو طيب. الإشي الوحيد اللي كان طيب هناك هو محل برجر، مش تركي. محل برجر يعني برجر عادي، أكلت من عنده هناك برجر، والبرجر الصراحة كانت طيبة، بس هاي هي. بس الأشياء الثانية ما كانت كتير طيبة. بقيمها هاي اللي هي لحم خروف مع بندورة، بقيمها 7.5 من 10. 7 من 10، خليها 7 من 10، لأنه الصراحة اللحمة نفس الإشي يعني كتير قاعدة بتعلك، كتير بتعلك عندهم. طيب اللي بعده الكباب، كباب أذربيجاني. الكباب جابوا لي بس شوي، أنا قلت له يعني ما تجيب لي كتير، ما تكتر، لأنه ما رح ناكل كل هذا، حرام ينكب الأكل. بدنا نجرب لقمة كباب مع بصل مع روب، بدنا نغمس كمان بالروب. حاطين على البصل كمان هم سماء، بنظبط الوضع بالروب. كيف نعمل زي هيك؟ ناخذ روب أكيد فريش عندهم. بسم الله. بس مدهن، كتير مدهن، كتير يعني أكثر من العراقي. بتذكر لما عملت على العراقي في ناس وقتها كتبوا لي إنه إحنا هيك بنعمله بالعادة، الكباب دائما يعني بنعمله مدهن، بس هذا زيادة عن اللزوم مدهن. بقيمه 7 من 10. كباب لو ما كان مدهن لهي الدرجة كان أكثر من هيك، بس أنا ما بحب الدهن كتير، بكره طعم الدهن، هيك بحسه زنخة الصراحة. الدولمة طيبة، وكمان هذا الرز طيب، الرز هذا الأصفر رهيب، مع الزبيب مع عطيه حلاوة، رهيب. بدنا نجرب هلا هاي اللحمة اللي مع بندورة مع هذا الرز. الروب عندهم مبين كمان فريش. عن جد هاي اللقمة الأسطورية. شوفوا لي شو راح أعمل. بصل مع اللحم تاع البندورة مع روب مع هذا الرز وزبيب، تعمل زي هيك وبتعمل هيك. بشكل عام بقيم الأكل يعني الأذربيجاني 8 من 10. لو اللحمة تاعتهم ما بتعلك ومش مدهن كتير كان الصراحة 9 من 10. بس أنا بحب اللحمة تكون كتير طرية، يعني اللحمة هيك تدخل بالتم تدوب. عرفتوا هذا النوع من اللحمة هذا أطيب إشي. نشوف، يمكن يا أخي ظلمتها، يمكن في قطعة يعني طرية، لا مبين ما ظلمتها، مدهنة.
ويابسه، يعني بدك تعرف يعني اللحم اللي كانوا ياكلوه بفيلم سوسايتي اوف سنو كان اطرى من هذا. سامعين؟ يا والله بتعرف جاي العلكه، جاي صوت العلكه. يس جود فيري جود، بس لحمه كثير تقلك. هذا هو الاكل الشعبي الاذربيجاني. لو لقيت اشياء ثانيه، اكلات شعبيه مثلا او اكلات مش شعبيه، اكلات ثانيه، رحت على مطعم اكلتها هيك غريبه، راح اصور لكم اكيد عشان تشوفوا الاكل الاذربيجاني. هلا احنا حاليا بقاباله، فلسه انا ما شفت، ما دخلت عليها للمدينه، ما دخلت الفندق، ما شفت اي اشي، فبس اروح هناك بصور لكم. ركبنا تل فريك كان كتير زحمه كتير. لقيت فانز سعوديين موجودين اجوا تصوروا معي. في وحده اجت حكت لي عادي اصورك هيك، اجت صورتني هيك بدونها يعني، بس انا صورتني وراحت، يلا السلام عليكم. مش عارف شو الفائده يعني ما تقدر كانت تدخل انستغرام تلاقي صوره الي وخلاص، بس بدها تصورني هيك. المهم بتل فريك اجواء حلوه كتير عن جد. هاي المنطقه احلى بكتير من المدينه. الطبيعه كتير حلوه الطبيعه، بس الطريق طول 4 ساعات اخذ معنا الطريق، بس الصراحه يستحق يعني انه الواحد يقعد 4 ساعات عشان هيك منظر. شوفوا ما احلى المنظر. خلصنا من اول ستيشن، ننزل هون وبعدين بدنا نكمل المركبه الثانيه اللي هي هون. نفس الشيء، طابور طويل جدا. شوف هاي الحركة، شوف هاي الحركة. كنت حوقع. حاولت اجيب لكم شوت سينماتيك كتير بس كنت حوقع. المهم والله اجواء رهيبة. التصوير عن جد تاعون الفلوجات وهيك، بحس هيك لسه مش متعود على الناس وهيك يقعدوا يتطلعوا علي. الكل عم بتطلع هيك زي كأني واحد هيك شو عم يعمل، زي كأني مسوي جريمة. بحس حالي هيك طلع شو في اللي تطلعوا علي. فبحاول أصور هيك بس يكون ما في كتير ناس. لسه يعني مش متعود كتير، مش موصل لمرحلة ابن حتوتة وهيك يدخل بين الناس وكلهم بوقت يلا ولا يلا بدنا. وصلنا على القمة وحطت الكاميرا، قربت تطفي، فما اتوقع راح اقدر اصور اكثر من هيك. ما حاسب حساب انا هاي الاشياء لسه هيك مش فلوجر حقيقي، فما بعرف اجيب معي مثلا بطارية زيادة ولا هيك، ما معي اي اشي. بس فوق عن جد الجو غير براد. احنا اصلا بالغيوم، شايفين كيف؟ احنا بالغيوم. في هون زي غابة. اخر اشي بدي اصور لكم اياه قبل ما تطفي الكاميرا. حرفيا الكاميرا فيها 1%. زي غابة وعم بتمطر وضباب. حاس حالي بدها فورست. من جد الاجواء كتير حلوة، كتير 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 حلو. يعني المناظر، القعدة بتجنن. كله بجنن هون. الطبيعة، الهواء تتنفس وغير. عن جد ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. شوفوا كيف سبحان الله. آخر مكان رحنا بهذا اليوم اللي هو مكان زي حديقة. بالحديقة هاي بتقدر تركب بهذا القارب، بس الصراحة عشان أكون معكم صريح 100%، أذربيجان غالية، يعني مش رخيصة أبدا، غالية. يعني تخيلوا عشان الركبة هاي اللي ركبتها لمدة نص ساعة، بس بدك تركب نص ساعة تلف لفة هيك سريع، بدك تدفع عليها هاي 70 ريال تقريبا ولا 80 ريال. فالصراحة غالية كتير، يعني أبدا مش رخيصة. كل إشي عندهم غالي، مش رخيص أبدا. ممكن لأنه كمان هاي أماكن سياحية، فعشان هيك الأماكن هاي كتير غالية. تمام، وصلنا للغرفة بالفندق. عم بصور لكم من التليفون، وحتى التليفون على فكرة 2%. كل شيء عندي خلص الشاحن، أنا كمان خلص الشاحن تاعي، كل شيء خلص الشاحن تاعه. المهم خلينا نشوف الغرفة. واو اسمعوا، أنا ما بعرف أي شيء. تمام، اللي حجز لي الغرفة شركة اسمها Limitless Holiday. الشركة هاي عن جد ما قصروا أبدا. الأماكن اللي ودوني عليها، شوفوا الغرفة ما أحلاها ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا نعمل تور بالغرفة. خليني أفتح الباب تاع الشناتي بس أول.
المهم الحمام، شوفوا الحمام هو لحاله غرفة. في بلكون زي ما انتم شايفين، كمان البلكون الفيو تاعها اللي هي على الماونتنز. واو، تعالي برا نشوف. I know, don't worry. Oh! I know. Yes, I know man, I know I'm rich. اوكي، حلو كثير كمان المنظر، شوفوا كيف ما شاء الله ما شاء الله، كثير حلو كثير. هلا جوا اللي هو الصالون، هذا صالون ولا هذا شو بالضبط؟ ايه ما شاء الله كثير كبير، كثير واسع، جدا جدا واسع. ما قصروا ابدا عن جد شركه ليميتلس هوليداي. ليميتلس هوليداي اي حدا بحب يتواصل معهم، انا راح احط الانستغرام تاعهم محطوط على الشاشه بمكان ما، روحوا تواصلوا معهم لو بدكم يضبطوا لكم رحله من الصفر لل100، كل شيء بيضبطوا لكم اياه. خليني هلا اروح الجيم وبعدها انام. صباح الخير، اليوم الثالث، رايحين اليوم على مدينه اسمها شاكي، نشوف كيف ان شاء الله تكون حلوه زي قبالة. قبالة كثير حلوه الصراحه. وقفنا شوي عشان البقر، شوفوا كيف في بقر. احنا هلا طبعا بالطريق لسه ما وصلنا، بس وقفنا شوي هيك نشوف البقر. يعني البقر هون زي ما انتم شايفين في كثير بتلاقوا هيك بالشوارع، بس خطر. يعني لو واحد دعمهم، مثلا انتم شايفين هاي السياره، لو دعم هاي زي كانك دعمت حيط. البقره ابدا مش خفيفه، بس حلوه هيك هاي الاجواء. بس 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 كاو، بس 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 كاو. هيك بالطريق بتمشوا. شارع ابوكي شو بتسوي؟ شارع ابوها زي كانه ولا فارقه معاهم. يعني هيك شلل كمان، عرفتوا كيف؟ عصابات بلطجيه، بقر بلطجيه. شوفوا كان حيدعمها حرفيا، كان حيدعمها. كثير هون بتلاقوا زي هيك بأذربيجان اللي هم بيبيعوا بالطريق، بس بتقول له لا بس هو لسه مصر. يعني شايفين كيف بضلوا بالحق. وصلنا لشاكي. Where are we going now? زيب لاين. رح نركب هلا على الزيب لاين. حاليا داخلين على غابة، هناك فوق موجود الزيب لاين. طريق يعني مش زيادة الصراحة، والغابة زي كأنك تلعب فالهايم، جوا لعبة فالهايم نفس الاشي، ولا ذا ويتشر، ولا نيو وورد. جد حلوة كتير، ما شاء الله ما شاء الله. تمام، وصلنا على المكان اللي هو فيه الزيب لاين. زي ما انتم شايفين جبال، طبيعة، بس ما اتوقع راح اخذ الكاميرا، اتوقع راح اصور بالتليفون، يعني اسهل لي واحسن لي عشان ما بدي اتلبك فيها للكاميرا. طيب بدنا نركب الزيب لاين هلا، بس المدام خايفة عامله قصه كبيره، مع انه كله عم بيركب اطفال وهيك، بس ما في شيء نخاف منه. جهزوني لاركبها، بس منظري جدا غلط. متحمس الصراحه، متحمس على الاخر. حكولي ما بقدر اصور وانا بالروحه، بس بالرجعه بقدر، فخلينا نشوف هلا كيف بالرجعه. الصراحه هاي الروحه كانت جدا جدا سريعه. هلا رايحين على الزيب لاين الثاني الطويل، هذا ان شاء الله اقدر اصور فيه، ما بعرف صراحه حقدر ولا لا، بس حنشوف كيف. هلا هذا بننزل من فوق، الحين ننزل من فوق. بيركب لي حصور فيها هاي، حتى لو وقع التليفون حصور. خلصت، حاولت اصور بس التليفون فجأة طفى،
ووقف التصوير، عمل لوك. بس كانت عن جد تجربة كثير حلوة، كثير حلوة، كثير بتجنن. يعني لو عندك مخاوف من هاي الاشياء اكسرها وجرب، ما تندم، مستحيل تندم. الكاميرا وقعت، العدسة انكسرت، الكاميرا لسه جديدة، يعني ما استخدمتها الا بهاي الرحلة، وهلا قبل شوي وقعتها فانكسرت العدسة. بس المهم انه احنا هلا بمطعم، مش مشكلة، عم بصور من التليفون، عشان هيك لو الصوت مش كثير واضح بسبب هاي الشغلة. احنا بالمطعم هذا كثير حلو زي ما انتم شايفين، في نهر هيك على القعدة، حركات. طلبت اكل، الاكل اللي طلبته يعني اذربيجاني مع ما بعرف شو، اشياء هيك ميكس. في كباب بطاطا، كباب بطاطا هاي اول مرة بسمع فيها، طلبتها كمان. هلا بس يجي بنجرب الاكل. تمام، وصل الاكل. في الدجاج مع بطاطا، بندورة وفلفل. بدي اول اشي اجربه، بس حاسه الصراحة الدجاج عادي، يعني دجاج مقلي عادي جدا. خلينا نجرب نشوف، نجربه مع خبز. بدون شوكة وسكين، بلا شوكة وسكين بلا بطيخ يا عمي، امسك زي هيك. اقعد اسوي اتيكيت وما اتيكيت. دجاج مقلي حرفيا، ما في بهارات، ما في اي اشي. نجربه مع حمص. الحمص عندهم مش ناعم ناعم. هو طيب بس جدا عادي، يعني بس مبهرينه وقلينه، يعني البطاطا اطيب من الدجاج. المهم هو لازم نسوي احنا لقمة مرتبة، فاهمين علي؟ عشان عن جد نعطي الطعم، يعني نعطيه من الاخر. كم من 10 مع هاي، مع هاي، مع، لا مش كلها، مش كلها، خليك نصها، نصها مع هاي. هاي هي اللقمة المثالية زي ما انتم شايفين. بنحط معاها شوية حمص زي هيك. مم. 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 7 من 10. الطبق اللي بعده يلي هو كباب بطاطا، كباب دجاج مع رز. هذا بده، هذا لازم شوكة عشان في رز بالموضوع. هناخذ شوية كباب دجاج، في بصل كمان ورز. حط لنا شوية بصل مع شوية رز مع الدجاج الكباب. تشيرز. كباب الدجاج اطيب من كباب اللحم. كباب اللحم جدا مدهن جدا، بعطيه 8 من 10 يعني. كباب الدجاج طيب. شوفوا كيف، شوفوا كيف طري طري، يعني على الاخر على الاخر. شايفين؟ اشي مرتب مرتب. هذا بده مع شوية حمص ولا كاتشب. خلينا نجرب مع كاتشب. طعمه غريب، رايحة حلاوة، يعني حلو كمان. طيب، غريب كتير كيف مسويينه. شايفين كيف؟ جدا طري طري طري، يعني بدوب بدوب بالتم، مزبطينه على الآخر. بعطيه الصراحة هذا 8 من 10 كمان. طيب، بس هذا أطيب شيء هيك، هذا مع بعض اللي هو الكباب بالدجاج مع الرز مع الفلفل. هو أطيب شيء مع شوية بطاطا. ليش؟ شوية بطاطا مو مشان شيء، مشان صحتكم. ولك أدو. كرنج على الآخر. هاي الميم، أي حدا بضحك على ميم ولك ألو أنت كرنج. المهم طيب، بس هاي هي رحلتنا، يعني ما راح اصور اتوقع اكثر من هيك لانه الكاميرا انكسرت. الصراحه تضايقت يعني كثير على هالشيء لانه لسه جايبها. بس شو بدي اسوي، خلص
المهم اني صورت كثير اشياء وبس. يعني هاي هي. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، اكتبوا لي شو عجبكم الفيديو، بتحبوا هذا النوع من الفيديوهات، اسافر لبلاد مثلا واعمل هالاشياء، يعني ورجوني كيف. اذا عن جد عجبكم المحتوى اكتبوا لي بالتعليقات واحكوا لي لو في اي ملاحظه بتحبوني مثلا اجيب الدرون، اجيب شيء ثاني بتحبوني ما هيك اعمل كمان، احكوا لي يعني عادي، كون صريح معي، فاهم علي؟ اكتب لي رايك. الاكل الاذربيجاني بشكل عام بعطيه 8 من 10، يعني مش لهي الدرجه يعني واو 8 من 10 حلو 8 من 10 يعني ماشي الحال، فاهمين كيف؟ 7.5 من 10. طيب 7 من 10 اوكي، 6.5 من 10 تمام. الاكل الاذربيجاني اسمعوني منيح. طيب بعد الاكل يلي موجود بالسعوديه بالامارات بالهذا عن جد ما في، بعد هذا الاكل اللي موجود هناك ما في، يعني بحس عن جد اطيب اكل هو عندنا. المهم برجع بشكر شركه ليميتلس هوليداي، شكرا كثير، هم اللي نظموا كل شيء، ما بينظموا بس على اذربيجان، بينظموا كمان على دول ثانيه. فاللينك تاعهم موجود بالدسكربشن، وراح احط لكم حسابهم كمان موجود هون بالشاشه محطوط بمكان ما. وبس والله هذا هو الفيديو، وبنشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، راح اصير اعمل هيك محتويات ان شاء الله. تمام، احنا عند محل اسمه شاورما نمبر 1، حكوا لي انه هذا المكان احسن شيء للشاورما، فاجيت هون اجرب الشاورما. اليوم هو اليوم الرابع الي، خلينا نجرب نشوف كيف الطعم، هل جد الشاورما تاعتهم اطيب من تاعتنا؟ مش اطيب من تاعتنا مش اطيب من تاعتنا. وهذا حكوا لي عليه انه اطيب محل شاورما بعده ما تاخذ. السائق بحكي لي شاورما نمبر 1 وبس، ما تاكل شاورما من مكان ثاني. عادي جدا، اجرب كمان مره. هو طيب، مش انه سيء، بس الشاورما تاعنا اطيب بكثير، اطيب بس طيب، يعني 8 من 10 8 من 10.